السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت النهاردة بقى كده قدرة فول جميلة جدا. خلاص، كل سنة وانتوا طيبين، داخلين على رمضان والسحور وجماله بقى. عشان نعرف طريقة الفول والتكات بتاعتها، جبت الفولة الكبيرة من عند العطار. هي بتبقى فولة كده كبيرة كده شوية، وب5 جنيه فول مدشوش، وب3 جنيه عدس أصفر. ولو انت مش عايزه تحطي عدس اصفر خلاص براحتك، بس هو لازم كده تكه الفول المدشوش ده بيديها تقل شويه. وطماطمايه وليمونايه. ونقعت الفول معايا يومين سايباه منقوع. ليه يومين؟ عشان الفولة ما تاخدش وقت في السوا على النار ويتهري كده ويبقى طري كده وعامل زي الزبدة معايا مزبد. هجيب القدرة بتاعتي، او ممكن في حلة. لو انت ما عندكيش قدرة ممكن تجيبي حلة، وتروحي جايبه القدرة وتحطي شوية من الفول اللي انت نقعاه، وحبة الفول المدشوش، وشوية العدس والطماطمايه والليمونيه. بس كده، ما فيهوش اي شغلانه ولا اي مجهود ولا اي حاجه خالص. بس هتوفري معايا كل يوم 5 جنيه تجيبي منها كيس شويه قد كده، هو قد حبه الايد فول من المطعم. وهتروحي هيبقى معاكي شويه فول زي العسل، جميل جميل جدا جدا جدا. حطيت الليمونه وشويه كركم، ومعايا بقى الفول جاهز كده. هروح حطاه على النار. ادي مقدار المية اللي انا حطيتها قبل كده، الدوران بتاع قدرة الفول. وحطيت برضو شوية زيت كده، عشان يعني يخليلي الفولة يعني ناعمة، ما تبقاش كده مكبسة في بعضها. الفول يبقى كده تحسي ان هو اصلا متحوج لوحده. ووطي بعد ما تغلي مغلي، يعني مش اول ما احط القدرة على النار اروح موطية، لا، بعد ما تغلي كده حوالي من 3 غلوات اروح موطية خالص، تبقى شمعة. وادي بعد بقى اما الفول كده اتهرى واستوى. بس اثناء ما هو على النار كل فترة كده ابص عليه واقلبه قلبتين، عشان ممكن يبقى المية تقل ويلزق من تحت. لا، انا بعد ما احطه على النار بساعة كده، كل ساعة افتح عليه واقعد كده اقلب فيه شوية، عشان لو المية نقصت اسخن مية، ما احطش مية ساقعة، اسخن مية واروح مزودة المية اللي نقصت دي، عشان ما يلزقش مني ويبقى لازق ويشيط من تحت. وادي بقى شوية فول انا ما نقعته يومين، نقعتهم حطيته في التلاجة، عشان بس ما يطلعش ريم وكده. انا حطيته في التلاجة، فرقت معايا قوي. بص الفولة مزبدة ازاي، ده بسبب ان انا نقعته يومين. والله مش هيجراله حاجة، وجميل جدا. اصبري عليه يومين، جيبيه قبل ما انتي تنوي تعمليه بيومين، واعمليه وحطيه في التلاجة. وبقى وضبته جميل والله، ما كان محتاج توضيب غير شوية ملح وبس. حطيت شوية زيت تاني وليمونة وكمون، وههرس بقى كده. المفروض اهرس البضاية دي كده عليه. جميل جميل جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك للقناة، عشان اي حاجة انا بعملها تنزلك على طول. وتعملي تفعيل الجرس، عشان اي حاجة بقى انا هعملها تنزلك تيجيلك منها اشعار. ما تنسيش بقى. وبالهنا والشفا على كل اللي يجربوا الطريقة دي، جميلة جدا. ولا احتاج بقى نشا، ولا احتاج صلصة، ولا اي حاجة. انا اكتفيت بالطماطمايه اللي انا حطيتها، ولونه فاتح وزي ما انتوا شايفين، ولا غمق ولا اي حاجة. معايا برضو كده زي اكنه جايباه من المطعم. وشوية زيت كده، وانا كنت جايبة قبل كده شوية زيت حار، فانا بقى هحط شوية زيت حار. كان عندي يعني زيت حار، وهحط بقى عليه كده يدي طعم. الزيت الحار مفيد يعني وحلو. والبيضة دي برضو كده قطعتها اهو، جميل جدا. ما تنسيش بقى لايك، ما تبخلي، اوعي تبخلي عليا باللايك، اعملي لي لايك. وادي بقى العيش المتأمر على النار، وشوية لفت، وبالهنا والشفا. الليمون هو اللي مفتح لونه كده، والطماطم مديه حمار كده، حاجة بسيطة. لو عايزة تحطي شوية صلصة حطي في قلب القدرة، وتسيبيه 4 ساعات. 4 ساعات كنت سايباه على النار، وما طولش عن كده، لان انا كنت سايباه يومين. هتوفري غاز وتوفري وقت على النار.
جميل، بصوا اكنه جاي من المطعم. مع السلامة بقى، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش لايك واشتراك للقناة.